الحمد لله اللي قتلت عمي الجاحد، ودلوقتي اخذ حقه من عياله. اقوم ارن على حسين. مصطفى. يا حسين فينا؟ والله انا في البيت الشرقي ابو الصحاب. طب خلاص خليك مكانك عشان انا جاي اسلمك الامان. طب انت يعني خلاص خلصت موضوعك؟ ايوه يا راجل خلصت لك عليه خالص. خلاص يا مصطفى ما تتاخرش، مستنيك في البيت الشرقي انا. خلاص 10 دقائق واكون عندك ان شاء الله. سلام. يا ابوي تو اللي هتجيبني ران وهستريح انا. يديك العافيه يا حسين. اللي يعافيك يا مصطفى. تفضل يا صاحبي امانتك وان شاء الله نجيب لك فرح وجميلك ده على راسي والله. عليه يا صاحبي ده اقل واجب. حبيبي يا صاحبي البركه فيك. يلا السلام عليكم استاذنك انت. غور يا شيخ وانا بحبك، ده انا مدلكم عشان تقتلوا بعضيكم. يعني كل المشاكل دي طلعت من تحت راسك انت يا حسين؟ استنى يا اخويا، رايح فين؟ خير يا اخوي. انا عرفت مين اللي ادى السلاح لواد عمك. مين؟ وعرفت ازاي؟ انطق. خد اتفرج على الفيديو. يعني كل المشاكل من ورا الواد دي؟ طب والله العظيم لموتك معاهم. يا ابوي ايه فيها ولدي؟ قتلت يا ابوي، قتلت يا ابوي وهجيب حقه. قتلت مين يا ولدي؟ وهتجيب حق مين؟ حقنا يا ابوي، وقتلت عمي. بتقول ايه؟ قتلت عمك؟ اخوي حرام عليك، ده مهما كان عمك يا ولدي. يا اخوي يعني يا ابوي كان حقك وبرضه بتبكي عليها؟ ايوه يا ولدي، ابكي على اخوي، ده من دمي ولحمي، ملعون ابو الارض اللي تعمل فينا كده يا اخي. يا ابوي يا ابوي مش وقت عديد يا ابوي، انا ههرب وانفذ بجلدي زمانهم بيدوروا علي دلوقتي. روح يا ولدي الله يسامحك. والله العظيم ما كنت والله العظيم لخلص عليكم واحد ورا الثاني. اثبت مكانك. ود اخوي. ايه في ود اخوي؟ هي فيه يعني ما عرفش ان ولدك ضرب ابوي؟ لا والله يا ولدي، والله ما اعرف حاجه عنه الموضوع دي، وكمان راجل كبير وكذاب. وانا اكذب ليه عليك يا ولدي؟ انا ولدي لي يومين ما اعرفش عنه حاجه. ما تعرفش عنه حاجه؟ طب انا هتصرف. اوعى غور. مالك يا جبان؟ اطلع هناك وراجل. اطلع يا جبان، لو ما طلعتش اخلص لك على ابوك. يعني هربته؟ هربت مين يا ولدي؟ بس ما قلت لك ما اعرفش عنه حاجه لي يومين. انا عارف ان انت هربته، بس انا هاخد حقي منك انت. لا يا ولدي انا ماليش ذنب، والله ماليش ذنب. اسمع يا راجل، انت الطار ما بيرحمش حد، بلا ليك ذنب بلا مالكش ذنب. انا لازم اخد حقي منك، مع ان الضرب في الميت حرام وانت ميت ليك سنين، وانا لازم اريح ابوي في تربته. اي تو ابوي الله يرتاح، وهيرتاح اكتر لما اخلص على ولده واللي جاب له السلاح.